السلام عليكم إخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي عالم بشرة. كنتمنى اشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا بالجديد، وجيم وتعليق كتشجيع من عندكم، وشكرا. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله نشاهدوا تشوفوا معايا كيفاش نحسبوا المؤشر الاجتماعي والاقتصادي لكل أسرة. قبل ما ندوز طريقة الشرح ديال حساب مؤشر، اول حاجه كنتسجلوا في السجل الوطني للسكان، هو الاول. كل فرد بوحدو كيتسجل، يعني كيمشيو للمقاطعه. قبل ما كتمشي للمقاطعه اللي نتوما تابعين ليها كتسجلوا عبر البوابه الخاصه ديال السجل الوطني للسكان، اما كتسجل بوحدك اما عبر الهاتف ولا الحاسوب، اولا كتمشي مكتبه ولا شي سيبر، يعني اللي يسهل لكم كديروه. بالنسبه للتسجيل ماشي اجباري، هو اختياري، ولكن على العموم كيف ما لاحظنا اننا واخا ماشي اجباريه، ولكن ولات بحال اجباريه. كسبيل المثال بتصيب بطاقه امو ديال التضامن، يعني الناس اللي ما عندهمش امكانيه باش يخلصوا خاصهم ضروري يتسجلوا في السجل الوطني للسكان وفي السجل الاجتماعي الموحد، عاد ممكن يستافد، ولكن على حسب المؤشر. يعني دابا هذه بدايه، يعني ممكن اي حاجه تبي تصايبها غيوليو يقولوا لك خص ضروري تكون مسجل. المهم ان كل واحد في شخص كيتسجل كيتوصل بواحد الكود كيتسمى المعرف الرقمي، كيتكون من 10 ارقام عبر الهاتف ديالو، او لا ما توصلش عبر الهاتف كيتوصل عبر البريد، يعني المنزل ديالكم. الا ما توصلتوش بهم حتى وحده فيهم تسجلوا من بعد. كاينه طريقه كتعرفوا الرقم ديالكم، راه حاطه في القناه ديالي، راه حاطه لكم صندوق الوصف، ولكن ضروري يكون عندكم ديك الوثيقه اللي كتسلموها من المقاطعه ديال وصل الايداع، انكم عطيتوا الوثائق ديالكم، كيعطيكم واحد الوصل هذاك فيه واحد الرقم هو اللي ممكن تجبدوا به المعرف الرقمي. المهم ملي كل واحد كيتسجل كتسجل الاسره كامله، كيمشي رب الاسره، عاد كيمشي رب الاسره ديالكم كيمشي يتسجل في السجل الاجتماعي موحد. بالنسبه لرب الاسره ماشي بالضروري يكون الاب ولا الام، ممكن يكون الابن، ممكن تكون الابنه، ممكن اي واحد معكم في المنزل. بالنسبه للاسره ماشي بالضروري يكون اب ولا ام وعنده الابناء، ممكن اي واحد معكم في المنزل ما كيجيكم ما والو، ولكن معكم في المنزل هما كيسموا الاسره، ماشي بالضروري يكونوا عندهم صله قرابه بيناتهم. هذا بالنسبه للمفهوم ديال السجل الاجتماعي موحد، هذا هو التعريف اللي دايرين ليه. يعني اللي ساكنين في المنزل في نفس الدار في نفس العنوان كيتسمى اسره، وخاصهم كلهم يتسجلوا في السجل الوطني للسكان. عاد ممكن عندكم الحق تسجلوا في السجل الاجتماعي الموحد الا بغيتوا تستافدوا من الدعم. بالنسبه للدعم باقي ما كاين حتى شي حاجه واضحه اش من دعم. كاين دابا مثلا حال الارامل كيستافدوا من واحد الدعم حبسوه اليوم، يولوا خصهم باش يستافدوا من داك الدعم خصهم حتى يتسجلوا. مثلا ديال اللي كانوا كيستافدوا من الرميد حتى هما نفس الشيء، يعني ما غاديش يبقاو يستافدوا من الرميد حيدوه، ولا في الناس بلاصتو او متضامن نفس الشيء حتى هما خصهم يتسجلوا، ولكن بشرط هو المؤشر. الا كان عندك في 9.3 ولا 32 راه ما غاديش تستافد من حتى شي دعم، كتولي انت راك لاباس عليك برجوازي. بالنسبه اللي عنده قل راه هو اللي ممكن يستافد من اي دعم طرحه الدوله على ما اظن. المهم حتى شي حاجه ما كاينه رسميه، حتى شي حاجه ما كايناش واضحه، حنا على ما كنشوفوا على ما كنسمعوا فقط. ما عنديش انا شي حاجه اللي مضمونه، ولكن كيقول لك الا فتي داك المؤشر ما تستفدت من شي دعم ديال الدوله، رغم احنا باقي ما عرفناش شنو داك الدعم وشنو شنو الحوايج اللي اعتمدوا عليهم. وبالنسبه للمؤشر انا على حسب ما شفت حتى هذوك الاسئله اللي كيعطيو غير منطقيه، غادي تشوفوهم معايا من بعد وغادي تشوفوا علاش كنهضر. واحد النقطه بغيت نشرحها لا تكون ما فهمتوهاش مزيان ولا ما فهمتونيش. بالنسبه لرب الاسره، اذا كان هو كيصرف على المنزل يقدر يكون الابن ولا الابنه كما قلت لكم ولا الجد، ولكن كيصرف على دوك الناس اللي معاه كاملين. اما لا كان هو كيصرف على شي وحدين وشي وحدين كيصرفوا على ريوسهم بوحدهم، يعني عازلين الماء، عازلين الضوء، عازلين سواء عندهم عداد معزول ولا مشترك، هما اللي كيخلصوا على ريوسهم، هما اللي كيصرفوا على ريوسهم. هادوك راه غادي يديروا انهم منزل ساكنين فيه جماعي، يعني منزل جماعي ماشي فردي، وتا العداد كيكون مشترك يعني ديال الضوء ديال الماء. هذا كل واحد غادي يسجل بوحده، ولكن الا كان واحد هو اللي كيصرف على العائله اللي معاه سواء عندهم قرابه بيناتهم ولا لا، صافي هذاك هو اللي كيتسمى رب الاسره. المهم هاد النقطه قلت نشرحها على ما لا تكون ما واضحاش.
باش نحسبوا المؤشر اللي عند كل أسرة كاين واحد المرسوم خاص بالسجل الاجتماعي الموحد ودايرين فيه طريقة الحساب. باش ندخلوا لهذا المرسوم كندخلوا للسجل الاجتماعي الموحد الموقع ديالهم كيف ما كتشوفوا، وكنهبطوا لتحت كاع كنمشيو للمعلومات القانونيه، كنمشيو للنصوص التشريعيه كنبركوا عليها كتخرج لنا الصفحه هذه. كيف ما كتشوفوا عطينا الاولى القانون 1872 المتعلق بمنظومه استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعيه وبإحداث وكالة وطنية لسجلات ANR. المرسوم رقم 582/21 جوج المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد هو اللي غادي ندخلوا ليه. كتخرج لنا الصفحه هذه على شكل PDF كما كتشوفوا فيها المعلومات. حنا اللي عندنا هي الماده 3 اللي مكتوب عليها تطبيق الأحكام مادة 11 من قانون السالف ذكر رقم 72/18. يتم تنقية الأسر بناء على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية والاقتصادية وفق صيغة حسابية يتم إعدادها وتغييرها وتحيينها من لدن المندوبية السامية للتخطيط. يعني ممكن يكون يغيروها على حساب. المهم حنا هادشي اللي كاين في هذا المرسوم هذا. كاين جوج حسابات، كاين حساب بالنسبة للوسط الحضاري وكاين حساب بالنسبة للوسط القروي. نفس طريقة الحساب، الاختلاف في عدد الأسئلة. بالنسبة للحضاري كاين 35 سؤال، بالنسبة للقروي كاين 28 سؤال، ولكن مختلفين في بعض الأسئلة وفي التنقيط ديالهم. يعني ماشي بحال حاجة طبيعية. الحضاري ماشي هي القروي، ولكن المشكل هو في نوع الأسئلة اللي حاطين اللي كتجيني أنا ماشي منطقية باش الإنسان يحسبوا ليه أنه واش عنده مؤشر طالع ولا عنده مؤشر هابط، يعني عنده الإمكانيات أو لا ما عندوش. المهم على العموم حنا نشوفوا وغادي تشوفوا السبب علاش قلت هادشي. بالنسبه لديك الصيغه اللي دايرين ديال الحسابيه كيف ما كتشوفوا شارحين SMU هي تنقيط ممنوح للأسرة. يعني منين كندير لك حساب تساوي يعني هو تنقيط ممنوح للأسرة. كيف ما شارحين VE هي قيمة المتغير الاجتماعي والاقتصادي رقم E كما هو محدد في اللائحة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم. CE هي قيمة معامل متغير اجتماعي واقتصادي رقم E كما هو محدد في لائحة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم. كيف ما كاتبين KZG هي المقدار الثابت للجهة التي تقيم الأسرة في دائرة نفوذها، ودايرين هذه KMU هي المقدار الثابت الخاص بالوسط الحضاري. يعني ديك الوسط الحضاري هي فين كيختلف بالقروي، كاين القروي عنده قيمة والحضاري عنده قيمة. رقم 2 بالنسبة للوسط القروي كتشوفوا نفس الصيغة اللي دايرين الحضاري غير اختلاف عدد الأسئلة 28، أما نفس طريقة الحساب كما غادي تشوفوا من بعد طريقة. القيمة الثابت بالنسبة للحضاري هي اللي كتختلف على القروي. كنهبط غير في نفس الصفحة كنمشي للصفحة الثالثة هي اللي دايرين فيها هاد لائحة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر المقيمة بالوسط الحضاري. كيف ما كتشوفوا هاد الطابلو هذا هو اللي كيعتمدوا عليه من خلال الأجوبة اللي كتجاوبوا من كتعطوا المعلومات في السجل الاجتماعي الموحد. كيف ما كتشوفوا كاينه الفوق متغير VE قيمته نعم أو لا، وكاينه فئة متغير وقيمة معامل متغير CE. كيف ما كتشوفوا V1 V2 V3 غادي تلقاو حتى V35. هادوك هما الأسئلة، وكل سؤال كتجاوبوا على حسب شنو عندكم الجهه المقابله اللي حداها، وكل على حسب اللي جاوبتو كتعطيكم واحد القيمه يعني واحد التنقيط. غادي نمشيو للسؤال الاول V1 اسره مكونه من فرد واحد او من زوجين بدون اطفال، يعني ممكن بوحدك ولا شي وحدين مزوجين وباقي ما عندهمش الدراري. السؤال الثاني اسره مكونه من اكثر من نواه عائليه، يعني كتار يعني جوج مزوجين عندهم ولد اولا جوج ولا ثلاثه ولا هما عائله كبيره، يعني هما باش يتحسب لهم هاد السؤال الثاني. الا كنتي انت من فئه V1 راه كتكون عندك التنقيط هو 0.103، راه كيكتبوا لك الصنف الاسري يعني كتختار وحده من هذوك الجوج. كنتي V2 غادي تكون عندك النقطه 0.035، يعني ما حد عندكم عائله كثيره راه تكون 0.35. بالنسبه ل V3 يعني سؤال 3 غرفه واحده يتقاسمها شخصان على اكثر، غتشوفوا شحال من غرفه عندكم وكديروا العدد ديالها تماك فين مكتوبه عدد الغرف في السكن. يعني عدد مثلا كانوا جوج راه غادي تضربوا جوج في ديك 0.0
475. إلا عندكم غير واحد راه كتبقى هاير هذيك 0.075. ما حد العدد أكتر ما حد كتضربوا في داك العدد وكتشوفوا النتيجة اللي عندكم. بالنسبة ل4 سكن أسرة يتوفر عليه حمام أو رشاش. راه حمام راه ماشي هو طواليت، حاشاكم، راه طواليت بوحدو. حمام كيقصدوا به الدوش. يعني الا عندكم راه كديروا ديك القيمه اللي عاطين 0.096. الا ما عندكمش ما ديروش على حساب شنو جاوبتوا نتوما، نعم ام لا. الا درتوا نعم هذيك هي القيمه، ما درتوش راه يعني راه كتبقى خاويه. بالنسبه ل5 سكن اسره يتوفر عليه عداد فردي للكهرباء. الا كاين راه كديروا واحد، راه كيتحسب لكم ديك القيمه. راه ما كاينش راه ما كتحسبوش ديك القيمه. يتوفر رب الأسرة على مستوى تعليمي عالي. إلا كاين راه كديروا ديك القيمة، ما كاينش راه ما كديروش. أنا مع الأسئلة كتار باش ما نطولش عليكم فيديو. يعني راه أي معلومة كنتو جاوبتوا على قبر هي اللي كيعتمدوا عليها. غادي تشوفوا نتوما وتشوفوا شنو جاوبتوا وغادي تحسبوا. غير بالنسبة لي أنا هاد الأسئلة اللي عاطين جاني ماشي منطقية. مثلا المنزل ما ديريش انا واش المنزل كارينو ولا سكن يعني خاص ولا رهن ولا مثلا ديال الورثه. يعني راه كل واحد على حساب. راه السكن راه ماشي بحال بحال. راه واخا كاع مثلا كاين اللي كاري دار فيها الدوش فيها كلشي ولكن كاري وما عندوش، يعني نقولوا نفترض كاع ما عندوش يمشي يكري شي حاجه على قدو، ولكن راه حتى الناس الله يحسن عوان. كسبيل المثال مثلا رب الأسرة متقاعد. تقاعد راه ماشي كلشي كاع الناس اللي متقاعدين راه كيتخلصوا مزيان ولا ودايرينو مع اللي كيستافد من الإيراد. يعني اللي شي واحد كيشد فلوس كرا ديال شي دار ولا شي محل ولا شي حاجة، راه ماشي بحال بحال. متقاعد اللي ديال العسكر المتقاعد دي مثلا ديال شي شركة كبيرة، يعني نفترض ماشي بحال بحال. يعني هنا بحال هاد الشيء هو اللي خسر هذاك المؤشر. وكاين الاب اللي كيكون مثلا اولا رب اسره بصفه عامه، حيت دايرين رب اسره ماشي ضروري يكون الاب. رب الاسره يقدر يكون عنده مستوى تعليمي عالي ولكن الخدمه ديالو راه على قد الحال. ماشي كاع اللي عنده تعليم عالي راه خدام في المنصب اللي يستحقوا من ناحيه القرايه. يعني من هذا المنطق حتى هو كيعتمدوا انا كان عندك مستوى عالي راه كتزاد القيمه ديالك في ناحيه هذا المؤشر هذا. حنا يعني كان ماشي نقولوا خصو ينقصوا من القيمه ديالو، ولكن ما خصيش يعتمدوا عليه من ناحيه مؤشر الاسره. لان ماشي اي رب اسره قاري ولا عنده واحد المستوى راه عايش في داك المستوى على حسب القرايه ديالو. بالنسبه للحاسوب ولا الحاسوب راه كاين اللي كيشريه مثلا راه على قد الحال. كاين الحاسوب اللي كيتشرى غير بونوكازيون راه ب500 درهم. حاسوب حتى هو ماشي غادي نعتمدوا عليه. اللي عنده حاسوب راه صافي راه لاباس عليه. كاين اللي كيكون مثلا كيشد منحه كيشري بها الحاسوب، كاين اللي كيخدم كيضرب تماره واحد من الاولاد وكيشريه. ودابا هما كيحسبوا لك هادشي على الاسره كامله. يعني راه كتكون قيمه مؤشر ديال الاسره كامله. يعني راه واحد من الوليدات مثلا شرا حاسوب صافي راه انت راه عندك امكانيات ولا بس عليك. حيت هادشي راني شفت اللي شفت التطبيق ديالو. حتى بالنسبه للهاتف دابا شكون هذا اللي ما عندوش الهاتف؟ راه كاين الهاتف اللي يساوي مليون جوج مليون، كاين هاتف اللي شاري واحد غير 500 درهم. ودابا المشكل كديري كان الناس كيخدموا يعني بالمعقول كتبي العدد الهواتف ديالهم، ولكن راه ما حد كتزيد العدد ديال الهاتف ما حد كتزيد القيمه ديال المؤشر ديالك. يعني انت واحد الاسره راك لاباس عليكم ما خاصش يكون ما حد ما عندكم حتى هاتف. عاد نقولوا هذوك الناس راه فقراء. وراه كتلقى واحد راه غا كيطلب وعنده ايفون، راه ماشي ويقدر ما يصرحش به. نفترض انا كاينين واحدين كاع عندهم تليفونات واعرين وغاليين وما غاديش يقول راه عندي تليفون. ولا نفترض واحد دار عنده تليفون غير الو سوا غير 100 درهم وكتب انه عنده تليفون وحسبوا عليه انه هذا الشخص راه لاباس عليه راه عنده امكانيات. حتى هذا الهاتف ماشي هو اللي كيبين المؤشر الاقتصادي ديال الاسره. بالنسبه للاقط هوائي يعني بارابول ولا لانتير كنشوف ان اغلبيه الناس عندهم. يعني بالنسبه لحنا هاد المؤشرات ولا المؤشر عفوا. وبالنسبه لهاد الاسئله يعني راه كيقولوا الناس يعني حتى واحد ما غادي يستاهل الدعم، رغم ان كاين الناس واخا عندهم هادشي كيستاهلوا الدعم كيستاهلوا داك امو تضامن كيستاهلوا بزاف الحوايج. يعني هاد المعطيات ماشي هي اللي غادي تبين الاسره راه عندها امكانيات ولا لا. ممكن يشوفوا من ناحيه السكن واش كاري واش عنده خاص ديالو واش ديال الوراثه واش راهن. ممكن بالنسبه اللي يشوفوا المتقاعد شحال بقات ليه في الصالير ديالو
لأن الصالير وشحال معيّش معاه من واحد في هاديك الصالير، واش عندو وليداتو عايشين معاه خدامين ولا ما خدامينش، هذا هو اللي غادي يعتمدوا عليه، واش مريض بشي مرض مزمن، واش عندو شي أبناء مُعاقين يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة، واش عندو يعني هاد الشي هو اللي خصو يعتمدوا عليه صراحة. أما واش عندك هاتف، واش عندك لقيط هوائي، واش عندك حاسوب ولا سيارة ولا مثلًا دراجة نارية غادي نشوفوها من بعد. حتى دراجة نارية ماشي أي واحد عنده دراجة نارية راه لاباس عليه، كاين اللي خداه كان محتاجو ضروري كان باش يتحرك بيه، كاين اللي شراها غير بالكريدي، كاين اللي ماشي درجة نارية ممكن ما تعتبرش من مؤشر الناس اللي عندهم، كاين حتى اللي عنده طونوبيل راه كاين اللي عنده طونوبيلة ماشي شي حاجة، ممكن يعتمدوا على النوع الطونوبيل ممكن. كاين اللي كيشري موطور مرة كيخدم به مرة لا على حساب لاسيونونس مرة يخلصها مرة لا، يعني كاينين شي حوايج اللي أنا بالنسبة ليا جاوني ماشي منطقيين. بالنسبة لV14 يستفيد فرد واحد من الأسرة على الأقل من نظام تغطية صحية غير نظام مساعدة طبية رميد. يعني واش كاين شي واحد من عندكم في الأسرة كيستافد من تغطية صحية من غير رميد اللي كان بمسمى رميد، يعني عنده كنوبس ولا لاسينيسيس ولا عنده شي تغطية صحية أخرى، واش كاين؟ إلا كاين واحد راه كديروا واحد، يعني كاين كديروا ديك القيمة، إلا ما كاينش راه ما كديروش. إلا واش كتستافد الأسرة من شي قرض لدى إحدى أبناك أو مؤسسات، دابا دايرين ليه عندو شاد شي كريدي تا هو كيتحسب ليه القيمة كتزاد ليه القيمة، راه بالعكس هداك اللي عنده كريدي راه خصكم تنقصوا ليه حيت راه غارق كريديات، أولا زعما كيقصدو أنا ممكن عنده الإمكانيات باش ياخد كريدي، كاينين ناس واخدين كريدي بزز منهم على حساب المرض على حساب شي حاجة شي مشكل عندهم، المهم الله يحسن عوان، ماشي أي واحد واخد كريدي حينه باغي يتمتع بيه. سؤال 16 كان داير السكن الثانوي ممكن إلا عندكم شي سكن آخر راه كتزاد لكم القيمة، غالبا كاع اللي عنده سكن آخر هذاك راه غيغرقها يقولوا عندكم جوج سكنات. كيف ما كتشوفوا كاين أسئلة كثيرة كيف ما حنا نربط حتى 35 سؤال. غادي ندير تطبيق باش تفهموا هاد كيفاش تجاوبوا على هاد الأسئلة. كيف ما كتشوفوا كاين حتى الفي 35 عاد كاين مقدار ثابت، هذاك المقدار يعني ثابت يعني على حساب الجهه اللي نتوما اللي فيها، كنشوف شي بعض الجهات دايرين ليهم القيمه ديالهم شي جهات لا، يمكن على حساب الاقتصاد ديالهم ولا السياحه ولا يمكن على حسب. وبالنسبه للاخرى مقدار ثابت خاص بالمواصلات الحضاري اللي هو 9.825، وبالنسبه للقروي هو اللي كيتبدل دايرين فيه 8 فاصله بيناتهم 1 فاصله. المهم هذا هو الطابلو اللي كيعتمدوا عليه، وكيف ما قلت لكم انا جاني ماشي منطقي صراحه، هما ناس اختصاص هما اللي كيفهموا في داكشي، ولكن بالنسبه لي انا كمواطنه عاديه جاني داكشي ماشي هو اللي خصهم يعتمدوا عليه. كنهبطوا شويه كنلقاو لائحه المعطيات الخاصه بالوسط القروي، كيف ما كتشوفوا نفس الاسئله تقريبا مختلفين في شي حوايج، وبالنسبه للاسئله 28 سؤال. المهم على حسب القراوي تا هما عندي تعقيبات عليهم، دايرين اللي ساكن في فيلا بحال اللي ساكن عنده دارو بالتراب بحال دايرين نفس السكن بحال عندهم نفس القيمة، ولكن ميمكنش ميخصهمش يكون بحال. الاختلاف مقدار الثابت الخاص بوسط القروي هو 8.695، وحتى بالنسبة للجهات على ما يبدو تا هو فيه اختلاف في المقدار ديالو، كيف ما يعني على حسب مثلا بحال جهة مراكش اسفي 0.377 بالنسبة للي ساكن في وسط القروي ماشي هو اللي ساكن في وسط الحضاري. غادي ندوزو التطبيق، هذا طابلو اكسل صايبته بوحدي من مجهودي الخاص، حاولت باش نفهم كيفاش كيحسبوا، ودرت هاد المعلومات اللي عاطينا في المرسوم كيف ما عاطينوني كتبته نفسه، درت على هاد بالنسبه للمثال على الحضاري درت 35 سؤال، ودرت مقدار الثابت اللي دايرين المقدار الثابت ديال الوسط الحضاري، من الطابلو كله حطيته في الاكسل نفسه، درت غير الحضاري ما درتش القروي، ممكن نديرو من بعد ولكن حاليا درت صيبت غير الحضاري، نفس المعلومات كيف ما كتشوفوا اللي مكتوبين كلهم حطيتهم. فئة المتغير كيف ما مكتوبة في المرسوم كيف ما كاملين حطيتهم في طابلو اكسل، وقيمة المعامل المتغير حتى هي كيف ما حطيتها نفس الارقام. بالنسبه لديك الخانه اللي كان خليتهم تماك ما بين فئة المتغير وقيمة المعامل المتغير هي اللي غادي نديرو واش على حسب الجواب،
واش نعم ام لا. الا كان نعم راه كندير فيها واحد ولا عدد اللي عندنا على حساب، ولا كندير لا. كيف ما كتشوفوا الطابلو كامل نفسه حطيته، ولتحت درت هذاك الحساب. المهم القيمه اللي غادي نحسبوا هذيك سي اي في اي هي اللي درتها فوق في الجنب، والاخرين هما هذوك اللي ثابتين كيف ما ذكرت قبل. غنديروا دابا تطبيق باش نشوفوا طريقه الحساب. كيف ما كتشوفوا السؤال الاول والسؤال الثاني عندهم علاقه بعضياتهم، يعني اسره مكونه من فرد واحد او من زوجين بدون اطفال، اسره مكونه من اكثر من نواه عائليه. شوفوا على حسابكم نتوما شنو اللي عندكم، وكتمشيو تختاروا القيمه ديالكم. قيمه يعني واش 0.103 ولا 0.035. الا كنتو اكثر من نواه كديروا واحد على هذيك القيمه. كيف ما شفتوا القيمه دارت ليا في هذيك سي اي في اي، راه كنشدو غير على حساب شنو كتبنا تماك، وكيضرب لينا في 0.035. وكاع الباقي الاشياء نفس الطريقه. في 3 غرفه واحده يتقسم شخصان على الاكثر. كتشوفوا على حساب شحال من غرفه عندكم، وكديروا العدد تماك. الى جوج ديروا جوج، واحد، 3. كديروا مثلا هنا هاد الاسره عندها 3، ديك 3 كتضرب في 0.0475. كيف ما كنشوف كتعطي النتيجه 0.1425. بالنسبه لسؤال 4، سكن الاسره يتوفر على حمام او رشاش. الا كاين راه كديروه، الا ما كاينش ما كديروش. كما قلت لكم انا حمام او رشاش ماشي هو طواليت، راه هو دوش. سكن الاسره يتوفر على عداد فردي للكهرباء. اذا كاينه كديروا واحد. وبالنسبه يتوفر بأسرة مستوى تعليمي عالي، الا كاين يعني عنده مستوى تعليمي عالي كديروا واحد. الا ما كاينش كتخلوها خاويه. الحاجه اللي خليتها خاويه يعني راه ما كايناش. راه بأسرة اطار عالي او يشتغل منصب مسؤوليه، كتشوفوا على حساب كاين جوج اسئله تماك. او راه بأسرة اطار متوسط، كتختاروا واش 0.0782 ولا 0.110 على حساب. الا ما كاينش كتخلوهم خاويين هكاك، ما كتزادوش في الحساب. رب أسرة مشغل يعني الوضعية في المهنة كديروا واحد. إلا ما كانش راه كتخلوها خاوية. تتوفر الأسرة على حاسوب أو أكثر، يعني إلا عندكم حاسوب راه كديروا واحد، ما عندكمش ما كديروش عدد حواسيب، يعني واحد ولا جوج ولا 3 لا. حيت في الأسئلة اللي عطونا ما عطوناش شحال من حاسوب عندكم، كيعطونا غير واش عندكم حاسوب نعم أم لا. الحاجة اللي كيعطونا فيها العدد هي اللي كديروا فيها العدد. كيف ما كتشوفوا يعني الحاسوب كنديروا غير واحد. وتا بالنسبه للاقط هوائي كذلك، حيت من يسولونا في سجل اجتماعي الموحد هي واش عندكم نعم ام لا. الحاجه اللي فيها نعم ام لا كديروها واحد. الحاجه اللي عطاونا فيها نكتبوا العدد هو اللي كنديروا فيه شحال من العدد عندنا. بالنسبه للتغطيه الصحيه كيف ما قلنا، الا كاين عند شي واحد كيستافد من شي تغطيه صحيه بحال كنوبس ولا لاسينيسيس، يعني من غير اللي كان كيستافدوا من الراميد، الا كاين راه كديروا واحد. ما كاينش راه ما كاينش. ماشي شحال من العدد ديال شحال من شخص كنديروش اعداد، حيت في الاسئله اللي عطاونا غير واش كاين نعم ام لا، ماشي شحال من واحد. بالنسبه للكريدي يعني القرض حتى هي نفس الشيء. الا كاين شي شخص جاوبتوا عليه نعم كديروا واحد. ما كاين معكم حتى شي حد في الاسره عنده قرض راه كيبقى خاوي. السكن الثانوي نفس الشيء. الا جاوبتوا عندكم سكن ثانوي كديروا واحد، كتزاد لكم ديك القيمه اللي عاطين 0.173. الا ما كاينش راه ما كديروش، ماشي شحال من سكن عندكم. بالنسبه للمرآب نفس الشيء حتى هي. الا درتو ان كاين عندكم راه كديروا واحد وكتزاد القيمه ديالو، ما كاينش كيبقى خاوي. وبالنسبه للمحلات مهنيه او تجاريه حتى هي نفس الشيء. الا جاوبتوا عندكم نعم راه كديروا واحد تما كتزاد لكم القيمه 0.111. الا ما كاينش درتو خليتوها قلتوا ما عندكمش راه ما كتزيدش لكم ديك القيمه. دابا غادي ندوزو الفقره الثانيه اللي فيها المتغير، كميه المتغيره، وفيها فئه المتغير وقيمه المعامل المتغير. هذا شويه خاصها شويه التركيز. بالنسبه كيف ما كتشوفوا سؤال 17 سؤال 19 عدد افراد الاسره، كديروا العدد شحال عندكم، 6 مثلا، 5، 2، 3، 1. المهم كتكتبوه تماك. ما حد كيتزاد الاسره، ما حد كتنقص قيمه في المؤشر.
وبالنسبة لمربع عدد أفراد أسرة كنديرو 6 في 6. إلا كنتو 6 كديرو 6 في 6، كنتو 4 كديرو 4 في 4، يعني نفس العدد مضروب في نفسه. هذا هو المربع عدد أفراد أسرة. كيف ما شفتوا انا ندير 6 كندير تساوي 6 في 6 بلا نمشي للكالكولاتريس ونحسب. درت الحسابه في الاكسل، حيت الاكسل هذا هو الدور ديالو هو الحساب. عطاتني 36 كيف ما شفتوا. 36 ضربت في 0.533 و6 ضربت لي في ناقص 0.177. بالنسبه لسن الاسره مثلا 68 كضرب في هذيك ناقص 0.0104 والمربع ديالها راه هي 68 في 68 على حسب السن ديال الاسره. 30 نديرو 30 في 30، 50 نديرو 50 في 50 على حسب، وكيضرب داك العدد اللي عاطين 0.4771 وكتعطينا النتيجه هي اللي عطات في الجنب. بالنسبه للسؤال 23 عدد اطفال المتمدرس في القطاع الخاص الذي تتراوح اعمارهم ما بين 6 و 14 ولا 24 عدد اطفال متمدرس في القطاع العمومي. على حسب شنو عندكم العدد اللي عندكم كيدير كديروا العدد. كان واحد دير واحد، كان جوج ديروا جوج. ونسبة الافراد الاسرة الذين تبلغ اعمارهم 15 سنة فاكثر والذين لا يتوفرون اي شهادة، كتشوفوا شحال من شخص فاش دخلتوا المعلومات درتوا لهم بانه بدون شهادة، ولا درتوا لهم حتى الابتدائي راه هو كيتسمى بدون شهادة، حيت اللي عنده شهادة خصو يكون عنده ابتدائي واعدادي، خصو يكون قاري 9 سنوات فما فوق. وبالنسبة لنسبة أفراد الأسرة الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر حاصلين شهادة أو دبلوم تقني، يعني عندهم شهادة ودبلوم تقني. بالنسبة ل 27 نسبة أفراد الأسرة الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر يزاولون نشاطا مديرين للدخل. على حسب شنو عطيتهم في المعلومات اللي عمرتو قبل. كسبيل المثال ما كاين حتى شي واحد راه كتخلوه خاويه، بحال حنا كسبيل المثال اللي ما عندهم حتى شهاده 3 اشخاص واللي عندهم شهاده 3 اشخاص والباقي ما كاينينش خليناهم خاويين. يعني كديروا على حسب شنو عمرتو في المعلومات. بالنسبه ل 28 نسبه افراد الاسره الذين تبلغ اعمارهم 15 سنه فاكثر والذين يزاولون نشاط تسيير المعدات. المهم الا كاين معكم شي حد راه كديروه، شحال من واحد ولا غير واحد ولا ما حتى حد راه كيبقى. بالنسبه لعدد الهواتف المحموله داخل الاسره كيف ما قلت لكم هنايا كديروا شحال من اسره درتوا العدد اللي عندهم شحال من عدد وعلى حسب شنو دخلتوا في المعلومات. درتوا غير جوج ديروا جوج، درتوا ثلاثه ديروا ثلاثه، درتوا واحد ما درتوش كتبقى خاويه. وانا ما حد كيتزاد الاعداد الهواتف ما حد كتزيد القيمه اكثر. لكن الناس كيتحاب لهم اما حد كيتزادوا المصاريف ما حد كيكون زعما الناس راه عندهم مؤشر يهبط لهم الساعه، لا ما حد كتزيد ما حد كتطلع. بالنسبه لعدد سيارات نفس الشيء، عدد دراجات ناريه الى كنتو دايرينها ما كنتوش راه كتخلوهم خاويين. المهم اي معلومه عمرتوها قبل درتو العدد اللي كاين ولا ديروه. الا حاجه جاوبتو على غير بنعم ام لا راه كديروا كنتو درتو نعم راه هي قيمه واحد، درتو لا كديروا لا كتكون خاويه. هنا مبلغ المصاريف الأسرة السنوية المتعلقة باستهلاك غاز البوتان مقسوم على عدد أفراد الأسرة. بالنسبة لهاد المسألة هذه راه كتشوفوا شحال درتو تاع البوطة كتستهلكوا في الشهر وكتضربوا في السنة في 12 شهر وداكشي اللي خرج لكم كتقسموه على عدد الأسرة. كسبيل المثال هنا مثلا عندنا 120 مضروبة في 12 شهر ومقسومة على عدد أشخاص اللي هي 6 وكتعطينا هاد النتيجة هذه. نفس الطريقه كنديروها بالنسبه للماء والكهرباء. الماء كنديرو بوحدو، كنديرو القيمه اللي عندنا في مضروبه في 12 مقسومه على عدد الافراد، وبالنسبه للكهرباء نفس الشيء عاد كنديرو المجموع ديالهم وكتعطينا النتيجه. نفس الشيء بالنسبه للهاتف كنديرو المجموع ديالو في 12 شهر ومقسوم على عدد الاشخاص، هي اللي كتعطينا القيمه السنويه ديال كل فرد. هادشي اللي فهمت انا من خلال السؤال ديالهم. كيقولك كيتقسموا على عدد افراد، هادشي اللي درت صافي راه كتعطينا القيمه ديالو مضروبه في القيمه ديال اللي عاطينا في المتغير وكتعطينا النتيجه. هنا بالنسبه لكل جهه وعندنا النقطه ديالها كيف ما كتشوفوا، وعندنا المقدار الثابت الخاص بالوسط الحضري نفس الشيء. مشيت درت مجموعه المتغير ديال الفقره الاولى، درت المجموع ديالها كيف ما غادي نوضح لكم هنايا حيت بحال مقسوم على جوج فقرات. هاد الفقره الاولى درت المجموع ديالها اللي هي هذه هي 0 فاصلة، وثاني المجموع الثاني المجموع كمية المتغير
حتى هي درت المجموع ديالها بوحدها باش يكون واضح كل حاجه بوحدها. هادو كان درت لهم المجموع ديالهم كاملين اللي عندنا من سؤال 19 حتى لسؤال 35 درت المجموع ديالهم. عاد درت هذيك القاعده اللي دايرين ان هادي زائد هذيك وزائد هذيك القيمه اولا المقدار الثابت الخاص بكل جهه، وبالنسبه عاد زدت هذيك المقدار الثابت الخاص بالوسط الحضاري عليهم بجوج، وعطاتني المؤشر الأسرة هو 10.20. هذه هي طريقة الحساب، ولكن أنا اعتمد عليها شخصيا ماشي أنا شفت على حسب معطيات اللي عاطين فداك المرسوم وضفته ودرته في الاكسل وحسبت به ودرت اكزامبل على واحد العائله، وهذا الشيء اللي عطاتني في هذيك. قدرت تكون النتيجه تقريبيه ماشي غادي تقدر تخرج نتيجه اكزاكت، يقدر يكونوا هما كيعتمدوا على شي حاجه انا ما عرفتهاش. المهم هذا باش تحسبوا غير كتقريبيه، قدرت تكون زايده شويه قدرت تكون ناقصه. انا كنشوفها على حساب المعلومات اللي عاطين وعلى حساب المعلومات اللي درت. هذا هو الحساب القاعده اللي حسبت انا. كنتمنى تكونوا خديتوا فكره على طريقه الحساب وتكون واضحه، لان من راسي وجبد مني شفت داك المرسوم جاتني في شكل، ولكن مني بحثت وقلبت وعاودت بحثت وجربت ودرت تطبيق عاد خديت فكره. داكشي علاش انا مني قلت لكم ان الاسئله اللي عاطين يعني اللي معتمدين عليها جاتني ماشي منطقيه، لان ماشي عدد الهواتف ولا هذا اللي غادي يبين. يعني كيقولوا لنا الناس اللي ما عندهم لا دار ما عندهم لا ما عندهم ضو ما عندهم حاسوب ما عندهم الانترنت ما عندهم حتى شي حاجه هما اللي غادي يستافدوا. راه هنا كاينين هاد الناس، راه ماشي ما كاينينش الله يحسن العوان، ولكن راه كاينين حتى الناس اللي ساكنين مع بعضياتهم وما عندهمش. حيت دابا دايرين في هاد القضيه اللي كيحسبوا حتى اللي عنده قاري ماشي بحال اللي ما قاريش. كنقول هذاك ما قاريش يقدر يكون هو اعتمد ما يقراش اولا كانت عنده شي ظروف، ولكن هذاك اللي قرا وكافح وشد البكالوريا ديالو وشد ديبلوم ولا شد اجازه، ما حد قال لك كتزاد القيمه يعني المستوى ديالك، راه ما حدك كتكون انك ما غاديش تقدر تستافد من شي دعم. ولكن داك الشخص راه يقدر يكون ما خدامش اولا راه الاسره ما يقدرش يصرف عليه، يعني راه ماشي حيت عنده صافي واحد المستوى ولا الاب ديالو ولا رب الاسره عنده مؤشر طالع هو ما يستافدش من الدعم، لا يمكن. وكاين الناس دابا محتاجين داك التضامن رغم ان المؤشر عندهم طالع. يعني ماشي بالضروره يعني راه مؤشر طالع صافي دوك الناس اللي في الاسره كاملين راه ما عندهمش حق يستافدوا. وراه كاين خص ضروري كل شخص يدير لي المؤشر ديالو ماشي الاسره كامله. يعني ماشي واحد عنده حاسوب صافي راه بامكانه راه صافي عنده الامكانيات باش يخلص امو، اولا عندهم الويفي وممكن واحد من الاسره يخلص امو. راه الا ما كانش خدام راه ما يمكنش يخلص، ولو كيكون اللي كيخدم كيديباني على راسو، يعني ماشي شي خدمه يعني رسميه ولا شي خدمه يعني كاينه يوميا. راه ماشي اي شخص يقدر يخلص داك الواجب الشهري كل شهر ويعني صعيبه صراحه صعيبه. يعني الا كان خدام مرسم كان خدام كيخدم دائما حريفي دائما ولكن واحد غير مره اولا ما خدامش راه صعيب انه يخلص ولو يكون المؤشر طالع. ولا الانترنت دابا اي واحد ولا دابا عنده الانترنت ولا كيخدم به، يعني على حساب وليداتو كيقرا ولا حساب انه باش كل مره يمشي شارجي كتجي قاصحه كيقول اللهم يدير الويفي ولا ابونمون ويخدم به. المهم انا بالنسبه لي الانترنت ماشي هو اللي يعتمدوا عليه. ممكن واحد في العائله عنده امكانيه ولكن راه ماشي كلشي بحال. انا كنقول من المنظور ديالي ممكن يشوفوا رب اسره شحال كيتخلص، ممكن واش عنده الدار ولا ما عندوش، واش عنده وليدات خدامين ولا لا، واش عنده شي واحد عنده احتياجات خاصه، حيت كاين شي ناس عندهم ولادهم ذوي احتياجات خاصه وعندهم مؤشر طالع، وبالنسبه لذاك الوليد ولا بنيه ما عندوش حق يستافد من متضامن. حنا دابا باقي ما عرفناش الدعم اللي كاينين. حنا قلنا ممكن يتخلص شي واحد على البطاله، واحد ما خدامش ولكن المؤشر طالع واش ما يستافدش. دابا كاين الارامل نفس الشيء كذلك اللي عندهم مؤشر طالع ما يستافدوش من الدعم ديال الارامل، حيت كاين بعض النساء كيستافدوا. يعني كاين شي ناس كيستحقوا يستافدوا وكاين شي ناس ما يستحقوش لان عندهم امكانيات، ولكن ماشي هادو هما الامكانيات اللي يعتمدوا عليهم. كاين امكانيات اخرى، كاين الناس اللي عندهم بزاف د الحوايج وممكن هذوك الساعه هما اللي ما يستافدوش.
داكشي علاش أنا كنقول مؤشر ما يكونش مؤشر أسري. أسرة كيكون مؤشر ديال كل واحد، واش داك الشخص شحال في السن ديالو، واش عاطل عن العمل، شنو المستوى الدراسي ديالو، يعني واش عنده شي مرض ولا ما عندوش، واش مرتاح نفسيا، واش مرتاح معنويا، شنو خاصو. هادو هما الحوايج اللي خصهم يعتمدوا عليهم. حيت كاين اللي عنده التليفون راه ما خدامش، عنده الحاسوب وما خدامش، عنده الموطور ما خدامش، حيت علاش كان شي فترة يسر ليه الله وخدم شي بريكول مثلا وشرا بيه واحد الحاجة، ولكن راه ماشي كيدل ان داك الشخص راه قادر يخلص على راسو او متضامن. حيت راه المشكل راه ماشي غير شهر ولا شهرين، راه يعني راه خصك دائما تخلصوا على طول حياتك، غتبقى تخلصوا. حنا كنقولوا واحد الشهر ممكن يخلصوا، واحد الشهر ما يمكنش ليه يخلصوا، وهو لا اجباري انه يخلصوا. حنا بدينا غير بهاد المتضامن، باقي ما شفنا شنو هما الحوايج الاخرين اللي غادي يفرضوهم علينا، اولا شنو الحوايج اللي غادي يقولوا لك سير خلص بزز ولا سير انك تسجل فيها بزز، لانك ما خصك ضروري تسجل في هذا السجل الاجتماعي الموحد. المهم حنا باقي ما واضحاش لينا بزاف الحوايج، كنتمناو من الحكومه ولا من الناس المسؤولين يعطونا تفسيرات ويشوفوا بعين الاعتبار هذا الشيء اللي واقع دابايا. لان بزاف الناس ولاو كيديروا تحيين من راسي وجبد اننا باش نقصوا من الهواتف ولا نقصوا من الانترنت ونقصوا من هذه غير باش يهبط المؤشر وشوف واش يقدر يهبط ولا ما يهبطش، الا ما عادوا زادوا فيه ولا طلع لينا اكثر. لان الناس ولات خايفه ومخلوعه وما عرفاش من غادي من غادي تقاد هذا الشيء. واغلبيه الناس راه ما عندهمش باش يقادوا هذاك الشيء، كيمشيو كل مره على السيبر يقاد لهم. كاين مول السيبر كيدير لهم اخطاء، كاين مول السيبر ما كيبقاش يعقل عليهم، كيقول لهم سيروا من بعد ورجعوا. وهذا الشيء راه فيه مده، يعني الا بغيتي تغير المؤشر ديالك كدير تغير المؤشر، كدير طلب. بغيتي تبدل شي معلومه كدير تحيين، وخاصك واحد المده تاني باش يجاوبوك، وخاصك ديرو قبل 30 يوم، ماشي تفوت 30 يوم عاد ديرو، حيت الا درتي تفوت 30 يوم قبل ما كيقبلوش. ممكن بزاف المسائل وشويه صعيبه على كاع الاسر، حيت كاع الاسر ما يمكنش ليهم يبقاو كل مره غادي يسيبر، كل مره غادي مقاطعه، كل مره يبقى يبدلوا. كاين الناس بزاف ما فاهمينش هادشي، وخا قارين اللي ما فاهموش، لان راه ماشي ساهل يتفهم صراحه. وصلت معكم لنهاية الفيديو، استسمح طولت عليكم، ولكن هادشي كان خصو يكون فيه شرح وكان خصو ضروري يكون طويل، ولكن حاولت غير نختصر، يعني كنحاول نزرب وكنحاول نختصر باش تاخدوا غير فكرة. وبالنسبة لهاد الطريقة انا ما اعتمدتها على حساب شنو عاطين في المرسوم، ماشي شي حاجة مضبوطة، لان نقدر نكون خاطئة ولا شي حاجة. انا شفت غير داكشي اللي كاين وطبقته وقلت نعطيكم فكرة عليه. كنتمنى يكون تجاوب مع الحكومة والمسؤولين على هذا الشيء باش يكون واضح للناس والناس الشعب، لان اللي كاين بزاف تساؤلات عندنا وبزاف الحوايج ما فاهميناش، وبينا نفهموا شنو الغاية من هذا الشيء كامل من بعد، باش كل واحد يعرف اشنو كاين، واش يتوكل على الله ويبقى مسجل، ولا انه يدير تشطيب ويهني راسو. وبالنسبه للناس اللي عندهم امكانيات، عندهم الديور، عندهم طوموبيل، عندهم بزاف الحوايج، وعندهم تغطيه صحيه بلا ما يتسجلوا دابا، خليكم تا تحتاجوه تا وقفتوا عليه في شي مساله، لانه ولاو كيقولك قدرت بحال كيما داروا لنا في جواز التلقيح، تا توقف عليه وعاد سير تسجل وشوف ديك الساعه شنو كاين. المهم بالنسبه لاغلبيه الناس اللي تسجلوا، الناس اللي محتاجين، الناس اصلا محتاجين الدعم، محتاجين متضامن. كاين اللي عنده شي عمليه، كاين اللي بغى يمشي للطبيب، كاين اللي بغى، المهم الله يحسن العوان. وكاين اللي ما عنده عاطل عن العمل، كيقول يقدر يوفروا ليه شي منحه ديال البطاله، ولا الناس اللي متضررين من كورونا. ولكن هاد الساعه باقي ما شفنا حتى شي حاجه، باقي كلشي متوقف، ما كاينش شي واحد استافد من شي حاجه. واللي استافد يكتب لنا في التعليق باش يبقى واحد اطمئنان شويه. وشكرا على تتبعكم حتى النهايه، وكنتمنى الاشتراك في القناه ديالي وتفعيل الجرس وجيم تعليق من عندكم. رغم ان تسمح زربت عليكم وكان شويه نهضر بالزربه، ولكن غير باش ما نطولش الفيديو.